السلام عليكم ومرحبا بكم في أول فيديو، أول مجزوءة نحاولوا نشرحوها في هاد السلسلة ديال فورميني بالدارجة في الفلسفة ديال الباك. اللي أول مرة كيشوف الفيديو واللي أول مرة كيدخل لاشين ديالنا كندعوه للاشتراك، ونبداو في مقدمة لمجزوءة الوضع البشري. قد يجتاح الواحد منا رغبة كتابة سيرته الذاتية، يحكي بتناسق وترتيب زمنيين ومنطقيين سلسلة الوقائع التي حصلت في مسار حياته، وقد يلجأ يوميا إلى تدوين هذه الأحداث على شكل مذكرات، ولكن طريقته في السرد تختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك دوما نقط مشتركة. أولا، تجربة الوعي بما يقع للذات في هذا العالم، وهذه النقطة الأولى اللي عنحاول نهضروا عليها وهي الشخص. ثانيا، وأهمية حضور الغير، ثاني وحدة تكون هي الغير. ثالث نقطة، أهمية الزمن وتطوره، وهي الوحدة الأخيرة وهي وحدة التاريخ. إذ الكتابة في حد ذاتها سرد لتاريخ الشخص وتجاربه الماضية في علاقتها بالحاضر والمستقبل المأمول. أعطينا المثال لهذه السيرة الذاتية باش نبينوا أن هذه الفلسفة في حد ذاتها هي محاولة لفهم الواقع والوضع البشري. فالإنسان مثلا ملي كيبغي يكتب سيرة ذاتية اش كيستحضر؟ شنو وقع له هو وتجليات الوجود ديالو والفهم ديالو للوجود، وهو اللي غنحاولوا نفهموه في الشخص. معرفة يعني الأشياء اللي كتفسر لنا الوجود الشخص، والغير كذلك وجود الأصدقاء كتهضر عليهم مثلا في السيرة الذاتية ديالك. في وجود الغير مهم غنهضروا عليه كوثاني وحدة. وثالث حاجة هو الزمن، مفهوم الزمن والتاريخ والتطور التاريخ. فما هي الأسئلة اللي غنحاولوا نجاوبوا عليها في هذه الوحدات؟ أولا، ما محددات الوضع البشري؟ ثانيا، هل وجود الإنسان في هذا العالم محكوم بالضرورة أم مفتوح على الحرية؟ فكاين هناك إشكالية ديال الضرورة والحرية. غنحاولوا في الوحدات بشوية بشوية نشوفوا شنو قالوا الفلاسفة، ونلقاو واش الوضع البشري محكوم بالضرورة أم بالحرية أم هو يعني مزيج بينهما معا. أول وحدة وهي الشخص. فما تعريف الشخص في الفلسفة؟ الشخص يدل اللفظ في اللغة على الظهور والتعين، كما قد يطلق حسب لالاند على الشخص الطبيعي من حيث هو جسم ومظهر، وعلى الشخص المعنوي من حيث هو ذات واعية، وعلى الشخص القانوني من حيث أن له حقوق وواجبات. فما الشخص؟ وهل الشخص هو من يتجاوز كل المظاهر الخارجية وحتى النفسية؟ وما هو الثابت والجوهري الذي يشكل أساس الشخص وأساس التعامل معه؟ وأية قيمة يحملها الشخص في ذاته؟ وفاش نفهموا هادشي كامل غنطرقوا لثلاثة الفقرات، وهي الهوية الشخصية، والشخص بين الضرورة والحرية، وقيمة الشخص. ومن بعد غنمروا الخلاصة نحاولوا نقربوا فيها مفهوم الشخص في الفلسفة. شنو هي الهوية الشخصية؟ بيان سور ماشي هي لاكارت ناسيونال، هذيك الهوية الإدارية ديالك، ولكن الهوية الشخصية في المفهوم الفلسفي هي الحاجة اللي كتميز الذات ديالنا. شوفوا التعريف اللي عطاو الفلاسفة. الهوية يدل اللفظ على الخاصية التي بموجبها إما تطابق الذات ذاتها فتكون هي، وإما أنها تميز الذات عن غيرها. فالهوية إذن مبدأ وحدة واختلاف. بالجانب الوحدة هي أن الهوية هي اللي كتخلي الذات ديالنا هي، يعني كتعرف راسك ملي كتشوف راسك في المراية، ولا ملي كتشوف التصرفات ديالك تقول أنا هو هذا، ولا الحاجة اللي كتميزك على الآخر. فالهوية هي اللي كتميز ذات عن ذات أخرى. كيف للشخص بما هو ذات عارفة وأنا واعية أن يتعرف ذاته ويحافظ على وحدة الشعور بها؟ أول حاجة خصنا نفهموا كيفاش الذات كتعرف الهوية ديالها، وكيفاش كتحافظ على هذه الوحدة الشعور بها على مر السنين. ثاني حاجة، إن هذه الأسئلة تتمحور حول إشكال إدراك الذات لهويتها الخاصة وتطابقها لذاتها داخل وحدة الأنا. وحدة الأنا كما عرفها الفلاسفة هي حقيقة الإنسان الثابتة والحاملة لكل الحالات النفسية والفكرية، كما يدل اللفظ على الجانب الواعي في شخصية الإنسان. يعني كيفاش أنها الذات كتحافظ على ذاتها وعلى الهوية ديالها في داخل وحدة الأنا.
دابا غنبداو بالفلاسفه، واول فيلسوف هضر على الهويه الشخصيه هو جون لوك، عاش في القرن 17 ما بين 1632 و 1704. هو فيلسوف انجليزي. قال في 1690 مقاله في الفهم البشري اللي شرح فيها بمقاربه ميتافيزيقيه تفسير وحده الهويه الشخصيه. فقال: الهويه الشخصيه هو الشعور الذي يكون الشخص عن أفعاله الخاصة وتجاربه الحسية، وعندما يكون هذا الشعور مصاحبا للفكر فإنه ينتج وعيا يستمر في الزمان بفعل الذاكرة التي هي بذاتها امتداد لهذا الوعي في الزمان والمكان. دابا بالنسبة لجون لوك باختصار، الهوية الشخصية هو ديك الشعور اللي كيجينا الوقت اللي كنكونوا حنايا كنديروا شي تصرف ما. مثلا شي واحد من مميزاته انه متسرع، باش عرف ان هذه كتميز الهويه ديالو بكثرة ما كان كيدير تصرفات وكيصاحبها، ضروري صاحبها الفكر ولا الوعي، لان كاين انسان كيدير تصرفات لا واعيه ما كيركزش فيها، كتلقى 40 عام ما عرفش راسو شكون هو. ولكن واحد اللي كيتصرف واحد التصرف مثلا متسرع، كيف يوصل لواحد السن كيقول لك انا متسرع، باش عرفتيها كيقول لك كيرجع عن طريق الذاكره داكشي اللي خزنوه بالفكر ديالو نتاجا للتصرفات والافعال ديالو. فهذه هي الهويه ديالنا. كل ما كنديروا شي تصرف ولا فعل كان يحضر فيه الفكر، كيخزن ديك الاشياء وكيكون بها واحد الهويه ديالنا اللي كتصاحبنا على طول الزمن عن طريق الذاكره. غنشوفوا دابا هاد الشيما اللي كتلخص هاد المفهوم عند جون لوك. فاول حاجه هما الافعال والتجارب اللي كنقوموا بها، ملي كيحضر فيها الشعور والفكر كتخزن عن طريق الوعي في الذاكره اللي هي كتعطينا من بعد مع المرور الزمن واحد الوحده الهويه الشخصيه واللي كتشكل الهويه ديالنا من بعد. دابا نشوفوا شنو هو مفهوم الوعي بالنسبه للفلاسفه. الوعي لفظ يدل على مجموع العمليات الشعوريه التي تمكن الذات من إدراك مباشر لذاتها ولما تقوم به ولما يحيط بها، ويرتبط الوعي بنشاط الفرد وتطور اللغة لديه. الوعي هو الحاجة اللي كتطور عند الطفل ابتداء من 6 سنين 7 سنين، واللي هي كيقدر يفهم بها ما يحيط به، وعليها أصرينا على أن مهمة تكون حاضرة في هذه عملية التخزين وتشكيل الهوية، لأن الوعي اللي كيخزن الحاجة في المكان المناسب ولا كيعطيها واحد النسق معين مع اشياء اخرى داز في الماضي وكتشكل من بعد الهويه. اما الانسان اللي احمق مثلا او الصبي اللي ما عندوش واحد الوعي باش يكون واحد الادراك فكري للتصرف ديالو، ما يقدرش يكون واحد الصوره على الهويه ديالو. وللاسف الامثله ديالنا عده ديال بعض الناس وصلوا سنين في حياتهم ما عارفين راسهم شكون هما، لانهم عايشين بلا وعي وبلا محاوله تحليل التصرفات ديالهم في الحياه، فما كيكونش عارف راسو. الانسان اللي كيعطي راسو واحد الغوكول، واحد الرجوع للوراء باش يشوف راسو اش كيدير، كيقدر يبدا يكون بشويه بشويه ديك الصوره على ذاته، هي الهويه اللي كنسميوها حنا في الفلسفه الهويه. فجون لوك كيقول ان الوحده والاستمراريه مفهومان يعبران بقوه عن دلاله الهويه والشخصيه التي اتعرف عليها في ذاتي دون ما حاجه الى الجسد او الغير. فجون لوك اقصى الجسد والغير من المفهوم الهويه الشخصيه، وقال اننا عن طريق الوحده والاستمراريه ولا الذاكره والوعي ديالنا كنقدروا ندركوا شنو هي الهويه الشخصيه ديالنا. دابا نمشيو للاطروحات الفيلسوف الاخر واللي هو ارثور شوبنهاور، واللي هو عاش في القرن 18 ما بين 1788 و 1806. هو فيلسوف الماني. في 1813 كتب العالم بوصفه اراده وتمثلا. وقال شوبنهاور أن ما يشكل الهوية الشخصية هو إرادة الحياة وليس الوعي والذاكرة. يعني هنا جاي يختلف مع لوك أن المحدد للهوية ماشي هو الوعي والذاكرة، إنما هو إرادة الحياة أو الغريزة، ديك الحاجة اللي كتبقى فينا واللي كتنشأ مع الطفل من الأول، فكتلقاه كيخاف يطيح هو باقي ما عنده ما تكونش الوعي. وكذلك ملي كتلقى الإنسان مثلا أحمق ولكن ما يقدرش يمشي
لشي حاجه اللي فيها التهلكه، ولا لا جرى عليه شي كلب يهرب، لان هذاك لانستان دو سيرفي ولا اراده الحياه هو اللي كتدفعو يتصرف هذه التصرفات. فبالنسبه له هاد الهويه الشخصيه هي اراده الحياه، هي اللي كتحدد لنا هذه الهويه. فالشخص بالنسبه لارثور شوبنهاور هو اولا جسد، وان لكل شخص تجربه حميميه مع جسده وسابقه على الوعي والتعقل. فالوعي والذاكره قد يصيبها التلف بفعل الشيخوخه او المرض، لكن ما يظل ثابتا وجوهريا هو اراده الحياه. يعني بالنسبه لارثور شوبنهاور الغرائز واللي هي كتكون مع الشخص مجرد ما كيخرج للحياه، واللي كيبقى عنده كما قلنا تفاعل مع جسمه، والطفل كيتجلى في الطفل انه كيبدا يشوف صبعانو، كيبدا يمانيبيلي يديه ويحركهم ويشوف عنده واحد العلاقه مع جسمه قبل ما يتشكل عنده الوعي. في نفس الوقت الهويه الشخصيه ما كتفقدش الا تفقدت. بالنسبه لارثور شوبنهاور كمثال قال ما كتفقدش الا تفقدت مثلا الذاكره في حاله الزهايمر، كتبقى عندك انت الهويه الشخصيه ديالك. فبالنسبه ليلو ماشي الوعي والذاكره اللي كيشكل الهويه الشخصيه، بل اكثر من ذلك هما الغرائز واراده الحياه. فكتركيب وخلاصه قد يكون اساس ومبدا الهويه الشخصيه اما الوعي او الذاكره، واما اراده الحياه التي تتجلى في الرغبات. الدرس واللي هو درس الشخص بين الضروره والحريه. اول سؤال كيتطرح: هل يمكن لسلطه المجتمع ان تجعل من الشخص فريسه الاستلاب؟ وهل معنى ذلك انه لا مكان للحريه في حياته؟ فهذه الاسئله غتساعدنا نفهموا كيفاش يمكن للشخص يتحرر من سلطه المجتمع، وشنو هو المكان اللي كتشكلو هذه الحريه في الحياه ديالو. اول حاجه خصنا نعرفوا مفهوم الحريه، فهو استقلاليه الذات فكرا وتصرفا، وعدم خضوعها لاي اكراهات خارجيه. وكنسطر على فكرا وتصرفا لان اساس الحريه الفكريه كتلعب دور كبير، هي اللي كتوجه حريه التصرفات. فإلا ما كنتيش حر في الفكر ديالك طبيعي ان التصرفات ديالك غيكونوا ماشي حر، يعني ما يكونوش عندهم واحد الحريه اللي انت غتكون حريه وهميه، لان انت كتصرف نطاق الفكر والفكر اصلا ماشي حر. اول فيلسوف هضر على الحريه هو ايمانويل موني، اللي عاش في القرن، يعني بدايه القرن العشرين، ما بين 1905 و 1950. هو فيلسوف فرنسي. قال أن حرية الشخص ليست ما هي مجردة ومطلقة، وإنما هي خاصية وقيمة تكشف قدرة الإنسان على مواجهة وضعه الوجودي المعقد والمركب. بالنسبة لموني كيقول لك أن الشخص موجود في مجتمع، وهذا المجتمع عنده فيه واحد الوضع مركب، يعني ماشي بديك البساطة يمكن نقولوا أن الحرية هي واحد الماهية مجردة ولا لا، هي واحد الخاصية كتبين كيفاش يمكن الشخص يواجه المجتمع والإكراهات ديالو عن طريق الشغل أو الاشتغال أو أي اكتيفيتي هو سماها، يعني واحد النشاط اللي كيبدا يواجه به يعني ويتحرر تدريجيا من الضغوطات المجتمع. غنشوفوا احنا اللي كيلخص كيفاش شرح ايمانويل موني الحرية. فبالنسبة له الشخص كاين الشخص من جهة وكاين قيم المجتمع. فالشخص عن طريق الشغل كيتحرر من الشروط اللي كيوضعها المجتمع، قيم المجتمع كتوضع لنا واحد الشروط، حنا عن طريق الشغل والاشتغال كنواجهوا ديك الشروط والاكراهات باش كنتحرروا. ولكن كما كتلاحظوا كاين السهم ماشي يعني معنى ان حتى ديك التحرر كيكون واحد التحرر بشروط او تحرر مشروط في نطاق واحد الوضع مركب. بالنسبه لايمانويل موني التحرر كيمر عن طريق المواجهه، يعني كتكون عندنا ضغوطات خصنا نواجهوها بالشغل باش كنتحرروا، ولكن التحرر كيبقى دائما مشروط. فاول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو معنى القيمه بعدا، قيم المجتمع او القيمه. القيمه هي صفه او خاصيه نقوم بها الشيء او الفعل او الحكم، وذلك بهدف ابراز خطئه من صوابه، جماله من قبحه، او خيره من شره. يعني مجموعه القيم المجتمع هي واحد الاشياء اللي كتمكننا تقول لك هذه عيب، هذه حرام، هذه ما مزياناش، هذه خصها الدار. يعني هذه هي القيم
هي اللي كتعطينا بحال واحد الميزان اللي كنعبروا به حنا واش هذا الشيء صالح ولا ما صالحش. كخلاصة بالنسبة للمني، التحرر الذي يمارسه الشخص ويتمظهر في أنشطته يظل دوما مشروطا بوضعه المركب، أي أن حرية الشخص دوما حرية بشروط. يعني موني كيركز على الجانب أن التحرر أو الحرية ماشي مطلقة ولكن دائما نسبية، كتبقى بشروط اللي المجتمع كيفرضها، فدائما كيبقى في نطاق ديك الوضع المركب. يعني باختصار التحرر عن طريق المواجهة، ولكن كيبقى مقرون بواحد الشروط في نطاق وضع مركب. دابا نمروا لثاني فيلسوف هضر على الحرية، هو جون بول سارتر، اللي عاش في القرن 20 ما بين 1905 و 1980، واللي هو كذلك فيلسوف فرنسي. في 1960 دار نقد العقل الجدلي، وقال فيه أن التحول من وضع الضرورة إلى وضع التحرر هو الحرية، أي هي التحرر من وضعية محددة قبليا إلى التعالي عليها عبر الفعل والممارسة. أتلاحظوا أن الفرق ما بين جون بول سارتر وموني هو ديك اللفظ ديال التعالي. فبالنسبة لجون بول سارتر التحرر هو انتقال من وضعية ديال الضرورة، شي حاجة مفروضة علينا، لوضعية متحررة. يعني حنا كنتحكموا بزمام الأمور. كيفاش؟ هي أننا ماشي نواجهوها كما قال موني، ولكن نتعالوا عليها، وهذا التعالي كيكون عن طريق الفعل والممارسة. خلينا نشوفوا دابا واحد الشيما اللي كيلخص شويه هذا الوضع ديال. فبالنسبه لجون بول سارتر كاين وضع الضروره، وعن طريق الفعل والممارسه كنقوموا بالتعالي على هذا الوضع باش كنمشيو لوضع التحرر. فمثلا شي واحد خلق معاق، هذا وضع ضروره تحتم عليه، فإما يختار يعيش حياته في نطاق ديك الظروف الصعبه مستسلم يعني على هامش المجتمع، واما يجعل من ديك الوضع الضروره واحد الحافز ليلو انه يتميز ويتعالى على ديك الوضع الضروره ويخرج لواحد وضع التحرر. وهذا التحرر يخليه يبرز الكفاءات ديالو. وكاينين امثله يعني عده لا يسع المجال للذكر ديالها، كل واحد يحاول يقلب في راسه، يلقى بزاف د الناس بصح بسبب الاعاقه، يا اما اعاقه خلقت معاهم يا اما اعاقه جات من بعد. وحطينا مثال حنا بالاعاقه، كاين امثله عده ديال وضعيات الضروره جعلوا منها الناس حافز لانهم يوليو متميزين. فهاد الوضع ديال الضروره كان هو بحال نقولوا واحد الشيء تعالاو عليه باش يوليو اعلى ويوليو احسن في الحياه ديالهم. فبالنسبه لجون بول سارتر هكا كيعرف التحرر والحريه، هي انك تعالى على الوضع، انك تتجاوزه باش تكون متحرر. ماشي بحال موني اللي قال ان خصك تواجهه وان الحريه كتبقى مشروطه. جون بول سارتر كان اكثر يعني التحرر بالنسبه له كان مطلق، يعني ملي كتعالى على واحد الوضع فكتولي متحرر، يعني كيتحرروا الطاقات ديالك. مثلا بالنسبه لشي واحد معاق ما كيبقاش كينسى ديك الاعاقه وكيولي متحرر، كيمارس الهوايات ديالو بواحد الحريه بواحد نعطينا مثال عاد تقريبي باش نفهموا شويه شنو بغى يقصد جون بول سارتر. فجون بول سارتر قال في واحد المقوله: إن الصخرة التي تبدي عن مقاومة شديدة حين أريد أن أنقلها ستكون على العكس من ذلك مساعدة مينا لي إن أردت الصعود عليها لتأمل المنظر، في كتاب الوجود والعدم. يعني قال هذه المقولة اللي هي كتلخص ديك الشيء اللي قلنا. هي مثلا الحجرة هي ديك الوضع الضرورة أو الإكراهات اللي كاينة، وكيفاش أن إلا قررنا نواجهها فغتبدي واحد المقاومة وغنكونوا بحال كنضيعوا الجهد. ولكن إلا طلعنا فوق منها وحاولنا نتجاوزوها ونتعالوا عليها بالعكس غتكون مساعدة لنا أننا نتأملوا المنظر. فكخلاصة أو تركيب لهذه الأطروحتين: الشخص مشروع حر ومفتوح على إمكانات لا نهائية، إنه ذات تتجاوز البنيات التي تسعى إلى الهيمنة عليه، وذلك عبر الشغل الذي يجعله يتعالى على كل عمليات التشييء والاستلاب. يلا
يكشف إشكال الشخص بين الضرورة والحرية عن تميز الشخص عن باقي الكائنات الخاضعة بشكل مطلق لحتمية الطبيعة وإكراهاتها، ما يعطي الشخص قيمة خاصة. فكما شفنا في الدرس ديال الشخص بين الضرورة والحرية أن هذا تميز الشخص هو أنه ما كيخضعش بطريقة مطلقة لحتمية الطبيعة، وكيعطيه هذا الشيء كيعطيه واحد القيمة. فالسؤال: أي قيمة يحملها الشخص في ذاته وكيف تجب معاملته؟ يعني شنو قيمته وكيف خصنا نعامله؟ أول فيلسوف هضر على قيمة الشخص هو إيمانويل كانت اللي عاش في القرن 18 ما بين 1724 و 1804. وفيلسوف ألماني هضر على واحد المقاربة أخلاقية في تحديد قيمة الشخص. فقال: الشخص ذات عاقلة وواعية وحاملة لكل القيم التي يجب احترامها. فبالنسبة لإيمانويل كانت الشخص بما هو ذات عاقلة وواعية حامل لكل القيم اللي يجب احترامها، فهو بالنسبة له القيمة ديالو كتجلى فيه أصلا كذات واعية وعاقلة، وهو كيحمل معاه جميع القيم اللي خص نحترموها. وهذا التعريف ديالو يمكن نلخصه في واحد الشيما. بالنسبة له كاين جوج، يعني عطى جوج احتمالات: يا إما منطق المصلحة، وهذا المنطق المصلحة كنجعلوا فيه الشخص وسيلة لتحقيق واحد الأهداف معينة، أو الواجب الأخلاقي. ومنطق الواجب الأخلاقي اللي كيعتبر الشخص كائن عاقل ذو كرامة وكيعتبره غاية في ذاته، وأن القيمة ديال هذا الشخص كتجي من الذات ديالو. فبالنسبة له ما كاينش بين البينين، يا إما نعتبره الشخص غاية في حد ذاته وقيمته في ذاته فكنحترموه وكنحترموا القيمة ديالو بشكل مطلق، وإما عن نغلبوا منطق المصلحة وعن ردوا الشخص وسيلة. فكما قول لخص فيها النظرية ديالو، قال كانت: تصرف على نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كما في شخص غيرك، كغاية دائما وأبدا وليس مجرد وسيلة البتة. فبالنسبة له خصك لا مع نفسك ولا مع الآخر تعتبر الشخص غاية. فهو كأنه تمادى في ديك التعريف ديال أن الشخص حامل القيم ديالو في ذاته فقط، فهو بحد ذاته يجب أن يحترم لذاته ويجب أن يحترم الآخر لذاته بغض النظر على المجتمع أو الغير. فكخلاصة، الشخص بالنسبة لإيمانويل كانت غاية في حد ذاته ويستمد قيمته من ذاته ومن كونه شخصا. دابا نشوفوا ثاني فيلسوف هضر على قيمة الشخص وهو جورج غوسدورف، واللي عاش في أواخر القرن العشرين، أي ما بين 1912 ماشي أواخر، عاش تبارك الله القرن العشرين كامل ما بين 1912 و 2000. وهو فيلسوف فرنسي. في 1949 كتب مقالة في الوجود الأخلاقي، واللي اعتبر فيها المشاركة مع الجماعة هي التي يمكن للشخص عبرها أن يحقق ذاته بوصفه شخصا أخلاقيا. يعني أن جورج غوسدورف اعتبر أن الشخص بوحده ما كيشكلش واحد القيمة أخلاقية ولا لا يعتبر شخصا أخلاقيا حتى يشارك مع الجماعة. يعني ديك المشاركة مع الجماعة ووجود الغير بالنسبة لجورج غوسدورف هو اللي كيكمل هذا المفهوم القيمة ديال الشخص. فهو قال: إن الغنى الحقيقي لا يوجد في التحيز والتملك المنغلق كما لو كان بإزاء كنز خفي، ولكن بالأحرى في وجود يكتمل ويتلقى بقدر ما يعطي ويمنح. فهو بالنسبة له القيمة ديال الشخص كل ما أعطى وخدام الآخر. ونحن لاحظنا أن الإنسان ملي كيعطي كيحس بواحد القيمة كتزاد أكثر، لأن ديك العطاء ديالو كيحس بواحد القيمة أكبر. يعني هذا هو الاختلاف، وجه الاختلاف ما بين غوسدورف وكانت في تفسير القيمة. فكانت اعتبرها
أنه يحمل قيمته في ذاته، بينما غوسدورف قال أن القيمة ديالو ما كتكتمل إلا بالمشاركة ديال المجتمع والجماعة في واحد إنشاء واحد القيم مشتركة، وياخذ من عند هذا المجتمع كذلك قيم مشتركة. فكتركيبة وخلاصة، إن الشخص مصدر كل القيم الأخلاقية، ويجب أن يعامل باعتباره غاية في ذاته وما عداه وسيلة، غير أن هذا الشخص الأخلاقي لا يحقق ذاته بالعزلة والانغلاق، بل عليه مشاركة الجماعة في تجسيد القيم الأخلاقية العليا. كخلاصة يمكننا نقول أن الشخص كائن عاقل وواعي ذو هوية شخصية، حر ومسؤول ومتعال على الوضعيات القبلية والبنيات التي تعمل على استلابه وتشييئه ليحفظ قيمته، فهو غاية الغايات، وقيمته في انفتاحه على الغير ومشاركته في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة. يبارطاجي مع أصحابه الفيديو ويتابعنا في الصفحة ديال فورميني بالدارجة. بلا ما نتعطلوا ندوزو لوحدة الغير. لما وجود الغير وجود ضروري للشخص وللأنا؟ وهل يمكن معرفة هذا الغير؟ وأية علاقة ممكنة معه؟ إذن من بعد ما شفنا الشخص كأول مكون من مكونات الوضع البشري، غنشوفوا دابا الشخص الآخر أو الغير اللي معنا في هذا المجتمع. أولا الوجود ديالو عن طريق وجود الغير، ثم معرفة هذا الغير، وأخيرا العلاقة مع هذا الغير. وجود الغير. الأنا المفكرة عندما تعي ذاتها ووجودها فهي تدرك موجودات مشابهة لها. فهل الموجودات لها خاصية الوعي بذاتها؟ وهل يمكن أن يتحقق تواصل بين وعي ووعيها؟ الدرس ديالنا ديال وجود الغير غنحاولوا نفهموا. فهمنا كيفاش أن الشخص يعي وجوده ويعي ذاته. دابا الوجود ديال ذات أخرى أو وعي آخر مقابل له، واش هو بحد ذاته نعي وجوده، وكيف يمكن التواصل بين وعيه ووعيه؟ باختصار غنهضروا كيفاش هضروا الفلاسفة على وجود الغير، وجود شخص آخر معي في هذا المجتمع. أول فيلسوف هضر على الغير وهو ريني ديكارت، اللي عاش تقريبا أواخر القرن 16 بداية القرن 17. هو فيلسوف فرنسي دار تأملات ميتافيزيقية، واللي قال فيها: الأنا المفكرة لا تعي إلا ذاتها، ووعيها هذا هو أساس كل معرفة. فبالنسبة له الأنا لا تعي إلا ذاتها، ما عندهاش وعي بالغير ولا وعي بالآخر، وأن الوعي ديالها بذاتها هو أساس كل معرفة جاية من بعد. يعني حتى المعرفة ديالها بالغير نابع من الوعي ديالها بذاتها. يعني ريني ديكارت اختزل الأنا بالوعي، والوعي ديالها بذاتها لا تتجاوزه إلى الآخر. ومن ثم لا يمكن معرفة ذاك الشبيه أو الغير إلا عبر معرفة الأنا. يعني حتى المعرفة ديالنا بالغير والآخر أو الشبيه ديالنا ما كيكونش معرفة مباشرة، هي معرفة تمر عن طريق الأنا. يعني معرفتي بذاتي هي اللي كتخليني نعرف الآخر. فهذا الشيما يبين لنا كيفاش أن وجود الغير باختصار عند ريني ديكارت. فبالنسبة لريني ديكارت معرفة الأنا يعني أنا عرفت راسي، كندير استدلال المماثلة ولا استدلال العقلي اللي كنقول بأن هذاك الآخر كيشبه لي، تما كنعرفه. يعني ملي كنعرف أنا شخصيتي وكذا كندير بحال أنسج على غرار، يعني هذاك الآخر هو نسخة مني أو لا مشابه لي عن طريق استدلال المماثلة. فكنعرف إلا كانت كتضرني هذه راه كتضره، إلا كانت كتعجبني هذه راه كتعجبه، إلا كانت أي حاجة من المكون ديالي او لا من الصفات ديالي غتكون حتى هي من المكونات ديالو من الصفات ديالو. فبالنسبه له معرفه الغير هو مماثله لمعرفه الانا، وان كل معرفه للغير تنطلق من معرفه الانا. فالاستدلال العقلي لمعرفه الغير لا يمكن ان يبلغ
درجة اليقين الذي تملكه الأنا حول ذاتها. فمن بعد هذه يعني هذه الخلاصة يعني ديال الأطروحة ديال ديكارت كيستخلص أن المعرفة ديالنا بالغير كتكون واحد المعرفة محدودة ولا تبلغ درجة اليقين الذي نملكه نحن حول ذاتنا. يعني حنا كنعرفوا راسنا مزيان متيقنين داكشي اللي كنعرفه، بينما الغير ما كنعرفوه الا واحد المعرفه اللي انطلقنا من نفسنا، يعني غير درنا واحد الاستدلال عقلي وقلنا الغير راه كيف داير. يعني بالنسبه لنا المعرفه ديالو كتبقى واحد المعرفه اللي هي ما بلغتش درجه اليقين. دابا نشوفوا هيجل واطروحه ديالو في وجود الغير. هيجل هو واحد الفيلسوف الماني عاش في نهايه القرن 18 وبدايه القرن 19 ودار في فينومينولوجيا الروح. هاد ما تديوش عليا، راه هذه الكلمه هكا كتنطق فينومينولوجيا الروح. في هذه فينومينولوجيا الروح شنو قال ان الغير ليس وجودا معترفا به باعتباره وجودا واعيا، بل اكثر من ذلك. يعني هو فات انه وجود معترف به بشكل وجود واعي، لا بل اكثر من ذلك، وعيا ضروريا لكي يحقق أو تحقق الأنا وعيها بذاتها. يعني أن الوجود للغير والوعي بوجوده ضروري باش نحققوا حنا أصلا الوعي بذاتنا. يعني ما بقاش شي حاجة اللي هي موجودة وعارفينها، لا هي ضرورية باش أصلا نعرف راسي. في هذه الخططة غنشوفوا كيفاش لخص هيجل هاد السيرورة ديال ضرورة وجود الغير لتحقيق المعرفة بالذات. فبالنسبة له كاين هناك صراع رغبة أو جدل ما بين وعيين متضادين، هو الوعي الأنا ووعي الغير. وهذا الصراع اللي سماه هو جدل العبد والسيد كيفرض على مثلا الوعي ديالي انا، الوعي الانا كيحاول يخضع وعي الغير باش ينتزع منه اعتراف. من بعد انتزاع الاعتراف الانا من الغير عاد كتحقق الانا الوعي الفعلي بالذات. وكذلك الغير اللي هو بالنسبه لنا يمكن نقلبوا الايه يولي الغير هو الانا، فالغير بحد ذاته كيحاول اخضاع الانا باش ينزع منه الاعتراف باش يتحقق حتى هو الوعي ديالها بالذات. مثلا نعطيو مثلا شي انسان ملي كيكون جاي لشي مجموعه جديده بحاجه طبيعيه، حنا ملي كنقولوا الصراع ما ياخذوش الانسان ديك صراع مفهوم الصراع ديال الدباز ولا لا غير ديك الصراع بعض الأحيان في الشخصيه، بعض الأحيان في قرارات، بعض الأحيان كتجي على جماعه جديده ما كتحس براسك تانتغريتي ولا وليتي يعني كما كيقولوا راك حاضر الا حتى كتنزع واحد الاعتراف. وهذاك الاعتراف ضروري كيدوز واحد الصراع خفي مع ديك الغير حتى يعني تثبت راسك معاهم ويولي عندك واحد الاعتراف ضمني من ديك الغير، عاد كتكتمل التحقيق ديالك تحقيق الوعي. بالنسبه لهيجل كيقول بان الا ما انتزعتيش الاعتراف او لا تحقيق الوعي بالذات ما كيكتمل الا بانتزاع اعتراف الغير بوجود ذاتك اصلا. فهمتيني؟ وانا عطيت مثال ديال شي انسان اللي كيكون دائما جاي لشي جماعه جديده ضروري كيكون واحد الصراع ضمني، اي واحد يشوفها مع راسو ما كيكونش ديك الصراع شرس، بعض الحين كيكون شرس، بعض الحين ما كيكونش شرس، ولكن كيكون واحد الصراع ضمني ديال اثبات الذات. ومن بعد ما انسان كيخضع للاخر، مش اخضاع يعني ديال الذل، ولكن هو يقل قالها بواحد الطريقه يعني جدل العبد والسيد، يعني باش يحاول يقرب المعرفه. انا عطيت مثال يعني بسيط، يعني انسان ينتزع ديك الاعتراف بالانا ديالو من الاخر ولا من الغير، عاد كما كيقولوا عاد كتكمل، عاد كيحس براسو راه دابا راه ولا جزء دابا من ديك اللي عايش جديد، عاد هو اللي خصو يدخل ديك الصراع مره. كنظن يعني هذا مثال تقريبي كيفاش قال ان الوجود الغير هيجل بالنسبه له يعتبروه جزء لا يتجزأ لتحقيق الوعي بالذات. يعني وجود الغير عنده اهميه قصوى بالنسبه لهيجل. اصبح وجود الغير مع فلسفه هيجل ضروره وجوديه واشكالا فلسفيا. فهل وجوده تهديد للشخص ام شرط واغناء لوجوده؟ كما قلنا يعني من بعد ما جاء هيجل
هاد الغير ولا شي حاجه ماشي غير كما مع ديكارت كنعرفوها وعن طريق القياس لا، ولا شي حاجه ضروره وجوديه واشكال فلسفي يعني لا مفر منه، وبدونه لا يكتمل اصلا معرفه الانا. فهاد الوجود بحد ذاته دابا غنشوفوا عند الفلاسفه اللي جايين واش كيشكل تهديد ام هو اغناء الوجود الانا. فاول فيلسوف هضر على وجود الغير من بعد هيجل هو مارتن هايدغر اللي عاش نهايه القرن 19 قل بدايه القرن العشرين. هو فيلسوف الماني. في 1927 كتب كتاب الوجود والزمن اللي قال فيه وجود الشخص مع الآخرين يفقده هويته وينزع منه تفرده فيغدو ذاتا تشبه الآخرين وكأنه لا أحد. فبالنسبة لهايدغر وجود الشخص مع الآخرين في هذا المجتمع كيجعلو ماشي منفرد، كيجعلو جزء لا يتجزأ من الآخر، فكيولي كنولي كلنا أشباه ومتشابهين وكأنك ما كتبقاش انت هو انت، كتولي لا أحد. يعني هو تمادى في تأثير الغير على الشخص، فهمتي؟ وقال بأن يعني الهوية ديالك كتفقد مع الغير. بحال شي واحد شي مرات كنقولوا حنا كيكون شي واحد كتقول سبحان الله، ولا شي استاذ كيجي عندك كيقول لك ما تبقاش مع ديك الدراري هاد، ما حدك معاهم انت بحالهم، عاد كتكون بوحدك راك مزيان، بحال كأن هويتك كتفقد ملي كتكون مع هذيك الجماعه. ولا شي واحد كيقول لك قل لي مع من شفتك مع من شبهتك، بحال هكا. يعني ان الوجود ديالك مع الاخر كيفقدك لذاتك، كتولي لا احد، وتا الاخر كيوقع له نفس الشيء، يعني كانكم كتشكلوا شي ذات جديد بجوج بيكم، كتوليو فقدتوا الهويه ديالكم. بالنسبه لمارتن هايدغر هذه هي الفكره اللي وقال بالحرف يذوب الوجود. شو ديك يذوب؟ الذوبان. يذوب الوجود هنا بوصفه ذاك الوجود الأصلي المميز للشخص والحامل لكل الإمكانات في الوجود مع الآخرين، حيث الهيمنة التامة للمشترك في كل المجالات العمومية، وهي هيمنة تنتهي بتحويل الذوات المختلفة إلى ذات مشتركة حيث نفس نمط التفكير والفعل. وهنا كنسطر على الوجود المميز للشخص والوجود مع الآخرين. فهو كيميز وجودك كشخص مميز بوحدك، وهو وجود أصلي وعنده واحد الإمكانات وواحد المميزات، ووجودك مع الآخرين لهاد وجودك مع الآخرين كتذوب فيه ديك المميزات ديالك، وكيهيمن عليك الآخر والمشترك مع الآخر لدرجة أن الذوات كلها كتذوب وكتولي ذات مشتركة. هي هذا اللي كنقولوا كل واحد بوحده مزيان، كتجمعوا مع بعضياتكم كتوليو شياطين بحال هكا. يعني شي وحدين كيكونوا مثلا نعطيو امثله دائما كتقال هذا، خصوصا اللي كيكون شويه في القسم كيفركل بزاف، كيقولوا كتكون بوحدك اون فورم، كتجمعوا كانكم كل واحد بوحده عنده واحد ذات مميزه ديالو، راه هذا كيتجمعوا كيولي ذات كانها ذات جديده مشتركه ما بيناتكم كاملين. عطيت مثال تقريبي بيان سور، كاين اشياء امثله عده لا في الحاجه المزيانه لا في الحاجه العيانه. احنا بغينا باش نقربوا الفكره ديال مارتن هايدغر كيفاش ان الذات ديالك كتذوب في وجود الاخر وكيتشكل مع الاخر واحد الذات. دابا غنشوفوا وجود الغير الخير الله يعطيكم الخير. وجود الغير عند جون بول سارتر اللي هو فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين، سبقنا قدمناه في الدروس اللي فاتت. بالنسبة لجون بول سارتر وجود الغير كيشكل تهديد، ويبلغ هذا التهديد حد التشييء، إذ يعمل الغير عبر التعالي والنظر على شل عفويتي وحريتي وتحويلي إلى موضوع خارجي. يعني بالنسبة لجون بول سارتر الأنا بالنسبة للغير كيولي شيء أو موضوع خارجي، فهذا الشيء كيهدد وكيشل العفوية ديال الأنا. فبالنسبة لي الشخص كيفقد العفوية ديالو الحرية ديالو في وجود الغير، لأن هذه النظرة ديال الغير والتعالي كيحول الشخص لموضوع خارجي وكيشل العفوية ديالو. وأبرز مثال عطاه هو مثال الخجل. يعني أنت بوجود الغير
وكاينين بعض الناس اللي لا كان شي واحد حداه ما يقدر لا يهضر لا يتصرف لا حتى شي حاجه، يعني وجود الغير يشله بالمره. وكاين اللي عنده درجات يعني في الخجل، كاين اللي متجاوز هذا الامر. مي هو يعني عطاك مثال كيفاش انها التهديد اللي كيشكلوا الغير بالنسبه لنا، وكيقول بانها التهديد نابع من التشييء، يعني ديك نظره الغير والتعالي ديالو وجعله انا موضوع خارجي هو اللي كيشل الحركه ديالك وكيشل العفويه ديالك وكيوصلك لحد التشييء، يعني كتولي شيء بالنسبه للغير. غنشوفوا هاد الخطاطه اللي كتبين كيفاش وجود الغير كيأثر على الشخص وكيفاش الشخص يتعامل مع هذا. فبالنسبه لي الغير عن طريق النظره والتعالي كيقوم بالتشييء ديال الشخص، والشخص باش يواجه هذا التشييء خصو حتى هو بدوره يتعالى باش عاد يقدر يحقق الحريه. كما شرحنا في الدرس ديال الشخص بين الضروره والحريه، ان الحريه ما كتحقق عند جون بول سارتر الا بالتعالي. فكذلك ديك التشييء اللي كيقوم به الغير للشخص عن طريق التعالي والنظره ما تقدر تجاوزه الا عن طريق التعالي، انك تعالى على ديك التشييء باش تقدر تحرر من ديك القيود وتحرر من ديك النظره ديال الغير ليك اللي شلات الحريه ديالك وتحقق الحريه. وكذلك ملي كتقوم انت بالتعالي عاوتاني كتقوم بالتشييء ضمن الاخر اللي هو بحد ذاته خصو يتعالى على ديك التشيء ديالك باش يحقق التحرر. يعني بالنسبه لي هذا هو يعني فهم الوجود ديال الغير بالنسبه للشخص. فوجود الغير كوعي ضروري لوعي بذاتي. وجود الغير كوعي ضروري لوعي بذاتي بالنسبه لجون بول سارتر، لأنه الوسيط الضروري بيني وبين ذاتي ما دمت لا أستطيع أن أكتشف عواطفي وانفعالاتي النفسية إلا داخل حضوره الفعلي أو الرمزي. يعني بالنسبة لي وجود الغير شي حاجة ضرورية، وإلا ما نقدرش نكمل لك الوعي ديالي بذاتي، حيت هو الوسيط الضروري بيني وبين ذاتي. كمثال الإنسان ملي كيكون بوحدو بعض الأحيان ما كيكتشف شي حاجات فيه حتى كيتلاقى مع الغير، يا إما التقاء يعني فعلي حضور فعلي، مثلا انسان كيتزوج او لا كيكون عنده شي صديق ديالو قريب منه، وجود الغير او الوجود الفعلي ولا شي وجود واحد المجتمع ولا واحد الناس دايرين بك كيخليك تكتشف بعض الانفعالات ديالك النفسيه، بعض العواطف اللي ما يمكنلاش تكتشفها الا بوجود الغير الفعلي. وكاين الوجود الرمزي مثلا، يعني ما يمكنش تكتشف عاطفه الحب مثلا الا بوجود محبوب مثلا، هو وجود رمزي يمكن يكون ما كاينش فعليا معك. فيعني وجود الغير بالنسبه لجون بول سارتر سواء فعليا او رمزيا هو وجود ضروري لتحقيق الوعي بالذات. فكخلاصه او تركيب، يكشف حضور الغير في تجربه الانا الواعيه من جهه عن ان هذا الغير ضروره وجوديه، ومن جهه اخرى عن انه يشكل تهديد لهويه الشخص وتفرده. الا ان وجود الغير شرط ضروري لامكان معرفه الشخص لذاته، فهل يمكن معرفة ذلك الغير باعتباره وعيا بذاته؟ هذا هو السؤال اللي كيحلنا للدرس القادم. لقد أصبح وجود الغير مع هيجل حقيقة فلسفية حاضرة بقوة في كل فلسفات الوعي، غير أن معرفة هذا الغير ظلت إشكالا فلسفيا كما شفنا في الدرس اللي سبق ديال وجود الغير. من بعد ما جا هيجل عطى أهمية للغير في فلسفة الوعي، ولا يعني موضوع فلسفي كيشكل واحد الإشكال كبير، وهضروا عليه من بعد هيجل بزاف الفلاسفه. فاحنا نشوفوا النقطه ديال كيفاش غنعرفوا هذا الغير. فكيف اتعرف على الغير؟ هل اعرفه كما اعرف الاشياء، علما بان نمط وجوده يختلف عن نمط وجود الاشياء لانه شخص وانا اخر يعي بذاته ويعي العالم. يعني السؤال اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه هي كيفاش غنتعرف انا على هذا الغير؟ واش غنعرفوا كما كنعرف باقي الاشياء اللي هي موضوعات خارجيه بالنسبه لي انا ديالي، علما انه هو تهو انا اخر؟ فهذا هو الجواب اللي غنحاولوا السؤال اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه. واول فيلسوف هضر على معرفه الغير هو إدموند هوسرل، اللي عاش تقريبا نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20، هو فيلسوف الماني. دار في 1931 تاملات ديكارتيه، وقال فيها: وجود الغير حاضر في الكوجيتو والوعي، باعتبار الوعي تجربة السحد الآخرين ما دام الوعي هو دوما وعي بموضوع ما. الأنا تدرك الآخرين بوصفهم موضوعات العالم وذوات واقعية.
إدموند هوسرل لاحظ أن في الكونجيتو ديكارتي أنا أفكر إذا أنا موجود، الغير حاضر باعتباره موضوع من الموضوعات. يعني أنا ملي كنكون كنقول أنا واعي بما حولي، راه ما حولي داخل فيه حتى الغير، ولكن بصفته موضوع من العالم، يعني من موضوعات العالم، وهو ذات واقعية يعني كباقي الذوات اللي كتحوم حولي. فوعيي ما كيكتمل إلا بوعي به ومعرفتي له نابعة من هذا الوعي. مهم هذه الخطط بسيطة كتلخص كيفاش صور إدموند هوسرل هاد المعرفة. فهو كينطلق من وحدة العالم المشترك اللي كنعيشوا فيها حنا والغير، وقال بأن الأنا كتمر بنفس تجارب الغير، وعن طريق عالم البيداتية. يعني شنو عالم البيداتية؟ يعني تجاربي وديكشي اللي دوزتو أنا جزء منه كاين فيه الغير، وجزء كبير منه كاين فيه الغير. كذلك الغير التجارب ديالو والوعي بذاته كتشكل انا جزء منه، فكأن جزء من المكون ديالي هو الغير، وجزء من المكون الغير هو الانا، هو انا. وهذه حاجه مفروغ منها. يعني دائما انت كتحس براسك ملي كتبغي تستحضر تجاربك ولا كتستحضر حياتك بصفه عامه، ضروري كيكون حاضر فيها الغير. الغير الوالدين، الغير الخوت، الغير الاصدقاء، الغير الناس اللي تلاقيتيهم اللي دوزتي معاهم تجارب. وبعض الاحيان حتى ديك معرفتك براسك كتمر عن طريق تجاربك انت معاهم او تجاربهم هما بعض الاحيان. وياما ناس غيروا اشياء في راسهم غير بتجارب الاخرين. فبالنسبه لي هذه وحده العالم المشترك هي اللي كتشكلنا ديك العالم البيداتيه. يعني نحاول نعرفوه دابا كيفاش بتعريف فلسفي. فهكا بالنسبه لي هذه هي معرفه الغير، كتنطلق من وحده العالم المشترك، وان الغير جزء وتجارب الغير جزء مني ومن تجاربي، وكذلك العكس صحيح. فما هو عالم البيداتيه او البيداتيه؟ هي علاقه تفاعل بين ذاتين باعتبارهما وعيين يوجدان داخل مجال ادراكي مشترك ومتساوي، يجعل كل ذات غيرا بالنسبه للاخرى. يعني هذيك المشترك بيناتنا، أنا هو غير بالنسبة للغير، واللي كيولي أنا في نفس ذاته كنولي بالنسبة له غير. يعني كأن المصطلحات يمكن نغيروها، ولكن الأصل ثابت، هو أن نفس التجارب اللي دزت منهم أنا الغير جزء منهم، كذلك نفس التجارب اللي دزت منهم الغير أنا جزء منهم. فكخلاصة، الغير له نفس تجربة الأنا في هذا العالم، كما أنني أملك تجربة العالم وفي داخله تجربة الآخرين. هذه كخلاصة ديال الأطروحة إدموند هوسرل. فكما قلنا أن الغير عنده نفس تجربة الأنا في هذا العالم، يعني كنخلقوا في نفس الانفيرونمون ولا نفس المحيط، فالطبيعة عنده نفس التجارب مع اختلافات، ماشي نفس التجارب، ما كاينش تجربة الآخر هي نفس طبق الأصل، ولكن عموما كندوزو من نفس التجارب. وأنني كنملك تجربة العالم وتجربة الآخرين في ذاتي، لأنني راه شاركتهم هذيك التجارب ديالهم وهم شاركوني التجارب ديالي. دابا ثاني فيلسوف اللي سبقنا وعرفناه هو جون بول سارتر، فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين. قال: وجود الأنا ووجود الغير يفصل بينهما عدم لا يمكن تجاوزه. هذا العدم ينبثق من طبيعة العلاقة المكانية التي تجمعني بالغير، الشبيهة بالعلاقة التي تجمعني بالأشياء. فبالنسبة لي له كاين بحال واحد الهوة، واحد العدم ما بين وجود الأنا ووجود الغير، اللي يستحيل معه أننا نعرفوا بعضياتنا، يا الغير يعرفني يا أنا نعرف الغير. هذا العدم منين كينبثق بالنسبة لجون بول سارتر؟ من ديك الطبيعة ديال العلاقة اللي بالنسبة لي أنا الغير هو شيء من الأشياء اللي محيطة بي، وكذلك الغير بالنسبة له أنا شيء من الأشياء. فديك الشيء هو اللي كيخلي ديك الهوة بيناتنا. ما يمكنليش نعرف أنا الأشياء ولا شنو الكنه ديالها، وكذلك الأشياء ما يمكنلاش تعرفنا. فهذا هو اللي كيجعل جون بول سارتر يقول بأن معرفة الغير تنتهي دوما إلى تحويله إلى مجرد شيء، كما أن سعيه إلى معرفتي يحولني إلى شيء. يعني هذيك محاولة المعرفة كتدفعك للتشيء بالنسبة له، كترجع الآخر شيء.
مما كيجعل أن وجود الغير وسيط ضروري للوعي بذاته، لكن معرفته أمر غير ممكن. يعني هو الغير كأنه غير كيعاوني باش نعرف راسي، ولكن أنا باش نعرفه ماشي ممكن. هذه هي الفكرة ولا الأطروحة ديال جون بول سارتر في معرفة الغير. دابا نشوفوا موريس ميرلو بونتي اللي عاش هو في القرن العشرين ما بين 1908 و 1961. هو فيلسوف فرنسي اللي قال: لا تحولني نظرة الآخر إلى موضوع، ولا تحوله نظرتي إلى موضوع، إلا عند الانغلاق على الذات ورفض التواصل. فهو ركز على أهمية التواصل في معرفة الغير، وقال أن هاد النظرة ديال تحويل الآخر إلى موضوع أو تحويلي إلى موضوع من الطرف الآخر، هذه نبع أننا ما كنتواصلوش، كل واحد منغلق على ذاته. فحاجة طبيعية أن إلا ما تواصلناش ولا انغلقنا على ذاتنا ورفضنا التواصل مستحيل نعرفوا بعضياتنا. وهذه خلاص راه ما خصهاش شرح، لان كل شيء كيعرف بان الا دخلتي لواحد المجموعه جديده مثلا، ولا تلاقيتي الا جيتي جديد في القسم، بالنسبه لي كل الناس كيبانوا لك بحال غراب، بحال مواضيع خارجيه ما كتعرفش، ولكن عن طريق التواصل كتتعرف عليه وكيتعرف عليك. يعني هذا اساس من اسس معرفه الغير، هو التواصل. فاذا قال كخلاصه ان معرفه الغير ممكنه لانها اصلا معرفه لذاتي المشروطه بحضور الغير. فهو زاد أكد على أن المعرفة الغير ممكنة عن طريق التواصل، وأن أصلا هذه المعرفة الغير هي جزء، لأن جزء من المعرفة بذاتي مشروط بحضور هذا الغير وبالتواصل معه وباحتكاك معه فين كنزيد نعرف ذاتي. وآخر فيلسوف هضر على هذا الموضوع معرفة الغير هو ماكس شيلر اللي عاش ما بين 1874 و 1928، ودار طبيعة التعاطف وشكله اللي قال فيه، وأكد فيه على أهمية التعاطف الوجداني بالإضافة إلى التواصل وضرورة إدراك الغير بوصفه كلا متكاملا. فهو ضاف على ميرلو بونتي الأهمية ديال التعاطف الوجداني، يعني بالإضافة للتواصل اللي هو تواصل حسي، نهضر معاك، نسلم عليك، نشترك معاك في بزاف الأشياء، نتواصل معك بالإشارة، ولا هذا كله تواصل حسي. زاد أهمية التعاطف الوجداني كتواصل غير ملموس أو تواصل عاطفي مع الآخر، الحب مثلا الصدق، المحبة للآخر، التعاطف معاه، أنه يبقى فيك، بزاف الأشياء، مثلا المساندة، أنك تساندو، ديك شيء عاطفي. وهذا ضرورة لإدراك الغير بوصفه كلا متكاملا، لأن ما يمكنلكش غير تتواصل معه حسيا تقول صافي رانا عرفته، لا، ضروري تزيد على هذا التواصل الحسي تواصل عاطفي اللي كيزيد يخليك تعرف الآخر. فهو قال أن الغير جسد وانفعالات، ومشاركتي له وتعاطفي معه يسمحان بمعرفة دلالة ما يقوم به أو ما يشعر به. يعني بالنسبة لي الغير كما الأنا هو جسد وانفعالات، يعني هو جسم وعاطفة. فمشاركتي له حسيا وتعاطفي معه وجدانيا هما اللي كيخليني نعرف الدلالة ديال شنو كيقول ولا شنو كيتصرف ولا شنو كيشعر به. فبالنسبة له المعرفة نابعة من التواصل الحسي والوجداني، وهذه خلاص راه حاجة طبيعية. يعني ياما ناس كنتواصلوا معاهم، كنهضروا معاهم عادي وما كنعرفوهمش، ولكن الناس اللي اختلط الوجدان ديالنا بالوجدان ديالهم، أصدقاء واللي تعرفنا عن قرب وشركنا كما كنقولوا الحرة والحلوة، هي اللي كنقدر نعرفه، كنقدر مثلا نعرفه قبل ما يهضر، كنعرف شنو حس به. فكخلاصة قد تشكل معرفتي للغير تشيئا له، وقد يسمح العالم المشترك وما يحمله من دلالات من إدراك هذا الغير داخل وحدة التجربة الإنسانية. آخر درس أو وحدة في آخر فقرة في وحدة الغير، وهي العلاقة مع الغير. إن العلاقة مع الغير معقدة وملتبسة، فهو يحضر بأسماء متعددة وأشكال متنوعة،
قد يكون غريبا وبعيدا لحد الشيئية والغرابة والصراع، وقد يكون قريبا منا لحد التماهي معه. فالغير حنا كنعرفوه بواحد الطريقة هكا مطلقة الغير، ولكن الغير أنواع. كاين الناس اللي بعاد علينا، كاين الناس اللي قراب لينا، كاين كيفاش هاد العلاقة، كيفاش حدوها الفلاسفة، كيفاش عرفوها الفلاسفة هاد علاقة مع الغير؟ واش هي علاقة شيئية لحد الغرابة والصراع ولا علاقة تماهي؟ وغنشوفوا أول فيلسوف هضر على علاقة مع الغير وهو إيمانويل كانت، اللي عاش في القرن 18. هو فيلسوف ألماني سبق وعرفناه في الدروس اللي سبق. فهو عرف العلاقة مع الغير عن طريق الصداقة، اللي قال هي اتحاد بين شخصين يتبادلان نفس المشاعر الحب والاحترام، وإنها ذلك المثال الأعلى للتعاطف والتواصل بين الناس، والذي غايته خير الصديقين. كما سبقنا وشرنا في الدرس اللي سبق أن التعاطف وهو تواصل وجداني، والتواصل اللي هو تواصل حسي كيشكلوا أساس لمعرفة الغير. فبالنسبة لإيمانويل كانت الصداقة كتمثل المثال الأعلى لهذا التعاطف والتواصل بين جوج أشخاص، واللي كيكون الغاية ديالو هو الخير الصديقين. فهو بالنسبة له العلاقة مع الغير إذا بغينا نعرفوها هي نشوفوا شنو هو أقصى ما فيها، هو الصداقة. وأكد على أن هاد الشخصين اللي كيكونوا صديقين كيتبادلوا مشاعر الحب والاحترام. وزاد أكد على ذلك أن الصداقة ما كتحقق أو لا تتحقق الصداقة إلا داخل توازن ضروري بين الحب والاحترام. يعني اللي كيجمعني مع هذا الصديق أو الصديقة هو واحد الحب متبادل، اللي كنضحي فيه أنا مع الآخر وكيضحي الآخر من أجلي، ولكن بدون ما يتجاوز ديك الحب حاجز الاحترام الضروري اللي هو أقدر فيه الآخر والآخر يقدرني. يعني هذا التوازن ضروري ما بين الحب والاحترام هو اللي ما كيجعلش الأنا ديالي طغى على الآخر كما الأنا ديالو طغى حيت تخيل دابا حب بدون احترام. بعض الأحيان يقدر يتقلب الحب امتلاك، أو يكون واحد الحب شرس اللي نزيح فيه الآخر. وكذلك احترام بدون حب، فكنحترم ونقدر الآخر ولكن بديك البعد الوجداني عنه. ولكن الصداقة هو ديك الميلونج بينهم بجوج، ما بين الحب والاحترام. حب لا تطغى فيه ديك الشراسة حد أنني نمحي فيه الآخر، واحترام لا يجعل من الآخر بعيد مني وقدره كما هو ولكن بعيد عني. يعني قراب ولكن بيناتهم ديك التوازن ما بين الحب والاحترام. هذه هي الصداقة بالنسبة لإيمانويل كانت. فقال أن تجربة الصداقة تعلم الشخص الإنصات للواجب العقلي بدل الخضوع للأهواء والمصالح الشخصية التي تجعل من الغير مجرد وسيلة ومطية لتحقيق غايات ذاتية. فبالنسبة له تجربة الصداقة هي اللي كتعلمنا أننا نسمعوا الواجب العقلي اللي كيوقف ديك الأهواء ديالنا والمصالح الشخصية اللي كتدفعنا نجعلوا من الغير مجرد غاية، مجرد وسيلة، اسمحوا لي، مجرد وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية ديالنا. فهاد الصداقة هي بحال كتروضينا، هي اللي كتخلينا نستجبوا لديك الواجب ونسطوا لديك الواجب العقلي اللي كنقدروا فيه الغير كما كنقدروا فيه الأنا كغاية دائما وليس مجرد وسيلة. غنشوفوا ثاني فيلسوف وهو أوغست كونت، اللي عاش في بداية القرن 19. هو فيلسوف فرنسي، دار في 1852 مواعظ وضعية قال فيها: المطلوب من الشخص هو الابتعاد عن الأنانية الهمجية وتأسيس انسجام أخلاقي قوامه الغيرية. يعني قال أن الإنسان مطلوب منه في هذه الحياة هو يبتعد من ذيك الأنانية الهمجية اللي كيشوف فيها عرسه وشنو بغاه هو وشنو هي الغاية والهدف ديالو في هذه الحياة، ويأسس واحد الانسجام أخلاقي. وهذا الانسجام القوام ديالو هو الغيرية. شنو هي الغيرية؟ كما عرفوها الفلاسفة، هو ميل نحو الغير وتضحية بالمصلحة الشخصية في سبيل الآخر، ويقابل هذا الفعل الأنانية. فبالنسبة له أساس الوجود ديال الشخص في هذه الحياة وعلاقته مع الغير هو الغيرية. يعني اللي كنضحي بمصلحتي من أجل الآخر، والآخر كذلك يضحي بمصلحته من أجلي.
وهو اللي كيجعلنا نعيشوا في واحد المجتمع متوازن بالنسبه لأوغوست كونت. وزاد أكد قال أن يجب للشخص أن يعترف بفضل الإنسانية عليه وأن يجعل من واجبه العيش من أجل الغير، لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتطوير كل وجود البشري. فقال أن الإنسانية لها فضل علينا. يعني ما يمكنش لشي إنسان يقول بأنني لأن ما تولدتش في الغابة، تولدتي في هذه الإنسانية اللي هي طورت هذه العلوم وهذا المناخ واللي كتجلى في والديك هما جزء من هذه الإنسانية كاملة اللي خلاتك انت هو انت. فيجب للشخص اعتراف بهذا الفضل الإنسانية عليه، وكرد اعتبار أو لا كريكومبونس اللي كتردها الإنسانية أنك تجعل واجبك هو العيش من أجل الغير. بالنسبة للكونت كل واحد في نفسه يعيش من أجل الآخر، يعطي الآخر، يعاون الآخر، يفكر ويحس بالآخر، لأن ديك هي الوسيلة الوحيدة باش نطوروا هذا الوجود البشري. لأن لو كل واحد فكر في الآخر فعيلقى راسو بزاف الناس كيفكروا فيه، لأن كدور انت كتفكر في الناس والناس كيفكروا فيك، فكأننا كلنا كنساعدوا بعضياتنا باش نوصلوا وباش ندفعوا بهذا المجتمع والوجود البشري للقدام. قد يشكل وجود الغير تهديدا للأنا أو إغناء لها، وقد تكون معرفته ممكنة مثلما تكون صعبة ومستحيلة، غير أن المهم هو حضور الغير وبقوة داخل عالم مشترك، والأهم هو جعل هذا العالم المشترك مجالا لتحقيق القيم الإنسانية العليا، قيم الصداقة والتعايش والتضامن والاحترام والحب. نبدأ بالتقديم. كيف تكتب الجماعة تاريخها؟ وكيف يتم بناء الواقعة التاريخية رغم كونها موغلة في القدم؟ وأية وظيفة تقوم بها هذه المعرفة التاريخية؟ وهل يمكن القول أن الإنسان فاعل تاريخي وصانع له أم إنه خاضع له؟ فبخلاصة غنحاولوا ما أمكن في هذه الوحدة ندرسوا أولا المعرفة التاريخية وكيفاش كيتم البناء ديالها، وشنو علاقة التاريخ بفكرة التقدم والتطور والسيرورة التاريخية، وأخيرا غنشوفوا دور الإنسان في التاريخ. فالفقرة الأولى من وحدة التاريخ هي المعرفة التاريخية. فأول حاجة نبدأ بتعريف المعرفة. المعرفة هي العملية التي بواسطتها يدرك العقل موضوعا ما، وهي بذلك انتقال من الذات المدركة إلى موضوع بهدف فهمه وتفسيره. المعرفة هي الطريقة اللي كان نفهموا بها واحد ظاهرة ما، فكأن العقل ديالنا كينتقل من ذاته لديك الظاهرة ويحاول يلم بها ويفهمها باش يقدر يفسرها. هذه المعرفة الشق الأول. الشق الثاني التاريخ. التاريخ هو مجموع الوقائع والأحداث التي وقعت في الماضي والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الحاضر ويسمح باستشراف المستقبل. كنا كنعرفوا التاريخ هو وقائع وقعت في الماضي، ولكن الأساس اللي جاء بها التعريف الفلسفي هو أن هذه الوقائع عندها تأثير في الحاضر وكتمكننا باستشراف المستقبل، لأن بسنن الكون اللي مشى بها الماضي هي اللي كتسري في الحاضر ويمكننا نستشرفوا بها المستقبل. فأول حاجة غنفهموا أو نحاولوا نعرفوا كيفاش هذه المعرفة التاريخية كتطور، كيفاش كتجي، شنو قالوا عليها الفلاسفة هذه المعرفة التاريخية. أول فيلسوف هضر على المعرفة التاريخية هو ماكس فيبر، اللي عاش في نهاية القرن 19 بداية القرن 20. هو فيلسوف ألماني. قال أن الواقع التاريخي أو الوقائع التاريخية كثيفة وغير منتهية من حيث الدلالة. أي بالنسبة له الواقع التاريخي كما كنا كيعرفوا كثيف غير منتهي من حيث الدلالة. يعني كل واقعة تاريخية تقدر تلقى 50 واحد كيشرحها بطريقة في شكل، يعني كيقراها بكل واحد ويمكن تفوت 100-200 سنة ويجي واحد ويقرأ التاريخ بطريقة أخرى. يعني أن الواقع التاريخي كثيف ما يمكنش نلمو به. وهذا الشيء علاش قال لا يمكن لأي عدة منهجية أن تدعي القدرة على الإحاطة به. مهما جاء واحد وقال أنا عندي منهج مثلا ديال ربط التاريخ بالكونتكست، يعني مثلا واحد كيقول عن حل الواقع التاريخي
بديك الشيء اللي كان داير بديك الواقعه. واحد اخر يقول لك لا غنحاول نربط هذاك الحدث التاريخي بشي حاجه وقعت قبل منه. كل واحد يجيب واحد العده منهجيه يحاول يشرح بها التاريخ، راه ما يلمش وما يحيطش به جمله وتفصيلا. بالنسبه لماكس فيبر، وان الاسباب المفسره لهذا الواقع التاريخي لا يمكن ان تكون موحده ومحايده. كاع ديك الاسباب اللي حنا كندعيو انها محايده وموحده، عندنا نفس الاسباب باش نعالجوا الظاهره التاريخيه، بالنسبه له مستحيل تكون موحده، كي ياثر فيها الشخصي. نحاولوا نشوفوا بعجاله هاد الخطط اللي كتبين كيشرح فيها ماكس فيبر كيفاش ان القيم اللي كيامن بها المؤرخ كتخليه يختار بعض العوامل المفسرة، العامل المفسر الرئيسي والعامل المفسر الثانوي، من بين عوامل كثيرة كيمكن نفسروا بها الواقع التاريخي. فهو كيختار عامل أو عاملين أو عدة عوامل كيفسر بها الواقع التاريخي، اللي كتجعل هذاك التفسير بحد ذاته يعني غير محيط بالواقع التاريخي، لأن يجي مؤرخ آخر عنده قيم أخرى يختار عوامل أخرى يفسر بها نفس الواقع التاريخي. فبالنسبة لماكس فيبر، المؤرخ لا يفهم الماضي بصفة نهائية، يعني ما يقدرش يعطيك بصفة نهائية ها الماضي شنو كان فيه. والسببية التاريخية هي أساسا سببية تحليلية متفردة وجزئية احتمالية. يعني هاد السببية التاريخية أو الأحداث المسبب والحدث النتيجة هي في الأساس واحد سببية تحليلية، يعني واحد كنحللوا بها وصافي، وغير جزئيه ماشي شموليه ما نقدروش نفهموها، ما يمكنش نفهموا بها يعني الظاهره بكليه، وكتبنى على الاحتمال، يعني ماشي شي حاجه واقعه لان ما كناش حاضرين حنا في ديك الحادث. ويبقى العامل المنهجي للمؤرخ محددا لهذه المعرفه. يعني كخلاصه، العامل المنهجي يعني المؤرخ هو اللي كيحدد واحد المنهجيه اللي كيمشي فيها هو في محاولة ديال يعني استنباط المعرفة التاريخية، ولا باش يعطينا هذه المعرفة التاريخية، واللي كتبقى واحد المعرفة بالنسبة له نسبية، ماشي شاملة ماشي كاملة. دابا نشوفوا الفيلسوف الثاني اللي هضر على المعرفة التاريخية هو ريمون أرون، اللي عاش في القرن العشرين ما بين 1905 و 1983. هو فيلسوف فرنسي. قال في دروس في التاريخ، قال فيها أن عمل المؤرخ في مجال المعرفة التاريخية عمل لا يؤمن بوجود ماضي خالص أو ماضي خالص. يعني المؤرخ في العمل دياله في مجال المعرفة التاريخية كيكون كيأمن أن ما كاينش ماضي خالص، كل ماض هو ماض مستحضر، وكل معرفة تاريخية هي إعادة لبناء ما كان موجودا ولم يعد الآن كذلك. يعني هذاك الماضي بحد ذاته هو ماشي ماضي 100%، هو ماضي استحضرناه في الحاضر باش نحاولوا نعاودوا نبنيو ديك الشيء اللي كان موجود. هكا كيقول ريمون أرون. يعني المعرفة التاريخية هي إعادة بناء الماضي في الحاضر، والمعرفة التاريخية كما هي معتمدة على الوقائع الماضية معتمدة حتى على الحاضر، لأننا كنحلوها بالحاضر ديال المؤرخ ملي كان كيأرخ لديك الأحداث كيأرخ لها في ديك الحاضر اللي هو فيه، ولو يجبد شي حاجة البارح راه كيستحضر البارح اليوم. المعرفة التاريخية مبنية عبر بحث وتنقيب وتحقيق. تحاول المعرفة التاريخية اللي هي أصلا مبنية على البحث والتنقيب والتحقيق تحاول ما أمكن الاقتراب من الماضي داخل معرفة نسبية تخص زمنا ومكانا محددين وترتبط أساسا بمجتمعات عاشت في الماضي. يعني بالنسبة لريمون أرون أكد على هذه النسبية للمعرفة التاريخية اللي قال وخا هي مبنية على البحث والتنقيب والتحقيق، هي كتحاول ما أمكن تقترب من الماضي. يعني كل مؤرخ كيحاول يقترب من شنو كان واقع في الماضي، لأن في الأصل هذاك الحدث التاريخي مرتبط بواحد الزمن والمكان آخرين ومرتبط بمجتمعات عاشت في الماضي. يعني هذاك المؤرخ ما كيحاول إلا يقرب بواحد الطريقة نسبية باش يعطينا هذه المعرفة التاريخية اللي كتبقى معرفة نسبية بالنسبة لريمون أرون. دابا نشوفوا الفيلسوف الثالث والأخير هو بول ريكو، اللي عاش في القرن
العشرين، أي ما بين 1913 و 2005، وفيلسوف فرنسي كذلك. بالنسبة لبول ريكو، المعرفة التاريخية كما كتبين هاد الخطاطة هي معرفة كيتداخل فيها الذاتي بالموضوعي. يعني كاين ما هو موضوعي في المعرفة التاريخية، يعني محايد أو لا ما دخلش فيه الذاتي، وكاين الذاتي أي المؤرخ كتجلى ديك اللمسة ديالو الذاتية ديالو فيها، كيختلط فيه الملاحظة والافتراض. كاين أشياء ملاحظة ومسلمة يعني تلاحظت وكاينة، وكاين شي حاجة افترضناها. كاين التفسير والفهم، كاين حاجة مفسرة بطريقة علمية، وكاين حاجة كتبنى على الفهم ديال المؤرخ. كاين الحاضر والماضي، يعني كاين استحضار الحاضر في ديك المعرفة التاريخية، وكاين الماضي اللي هو ماضي خالص، وكاين الأنا والآخر. الآخر اللي كيشكلوا الناس اللي عاشوا في ديك الواقعة التاريخية، والأنا اللي هو المؤرخ اللي كيفسر أو كيعطينا ديك المعرفة التاريخية. فبالنسبة له المعرفة التاريخية كيتدخل فيها يعني بعض المتضادات اللي سردناها في هذه الخطاط. فبالنسبة لبوريكو المعرفة التاريخية لا يمكن أن تكون كاملة موضوعية، لأنها مشروطة دوما بمنهج محكوم هو الآخر برؤية المؤرخ. يعني هو زاد تثبت على أن المعرفة التاريخية لا يمكن أن تكون موضوعية كاملة، يعني ما يمكنش تكون كلها موضوعية. هي فيها الجانب الموضوعي ويمكن يكون كبير عند مؤرخ، يمكن يكون قليل عند مؤرخ آخر، ولكن هذا الشيء مشروط دايما بالمنهج اللي هو الآخر محكوم بالرؤية ديال المؤرخ. فقال أن المسافة الضرورية لبناء معقولية الحدث التاريخي، هي ديك المسافة اللي كياخذها المؤرخ من الأحداث التاريخية باش يحاول يبني ديك المعرفة التاريخية بطريقة معقولة، لا تمنع المؤرخ من التدخل الذاتي في البناء عبر تقديره الشخصي لأهمية العوامل المفسرة للحدث وأسلوب سرده للوقائع. يعني وخا المؤرخ ياخذ هذه المسافة الضرورية، وخا يحاول ما أمكن يكون موضوعي ويبعد من يعني يعطي واحد المسافة بينه وبين ديك الأحداث والوقائع، ضروري كيتدخل ذاتي، ويتدخل ديك الذاتية المؤرخ أولا عبر التقدير الشخصي لأهمية العوامل المفسرة. مثلا واحد عيفسر لنا جدينا شي حدث تاريخي، موت، اغتيال شي شخص او شي مسؤول في الماضي، فكاين اللي يعطي الاغتيال واحد الاهميه، كاين اللي يعطي الاهميه لاشياء اخرى مثلا كانت قبل الاغتيال او بعد الاغتيال بشي تصريح قالوا. يعني ديك الاهميه اللي كتعطى للعوامل المفسره، العامل اللي كيفسر ديك الحدث الاغتيال، كاين اللي كيعطي الاهميه لهذا العامل، الاخر كيعطي الاهميه لعامل اخر. هنا تدخل الذاتي ديال المؤرخ. وكاين اسلوب السرد، يعني كاين اللي كيسرد الوقائع بواحد الطريقه كتوحي لك على ان ديك الشيء كان مرتب او مهيأ مسبقا، وكاين واحد اخر اللي كيجيب لك ديك طريقه السرد بفجائيه، يعني كأن ديك الشيء وقع بواحد بدون سابق انذار. يعني العوامل المفسره واسلوب السرد هي اشياء ذاتيه تحكمها ذات ورؤيه المؤرخ، مما يجعل هاد المعقولية الحدث التاريخي أو المعرفة التاريخية هي أشياء يعني تقديرية ويعني ونسبية. فكتركيب أو خلاصة، المعرفة التاريخية يبنيها المؤرخ انطلاقا من قيم زمانه ومن رؤية خاصة للحدث التاريخي، مع ما يعتري عمل المؤرخ من محدودية وتدخل الذاتي والموضوعي وتدخل الماضي مع الحاضر. كنتمنى انني ما نكونش كثرت عليكم في هذا الشرح، ووصل لكم المعنى اللي هو بخلاصه ان كل معرفه تاريخيه معروفه نسبيا. ندوزو الفقره الثانيه من وحده التاريخ، وهي التاريخ وفكره التقدم. اولا نبقاو مع الفيلسوف ديالنا المغربي عبد الله العروي اللي خلق في 1933 واللي كتب ثقافتنا في ضوء التاريخ، وقال فيها أن المقاربة الفلسفية للتاريخ تسعى إلى البحث عن أولا ما يمكن أن نستشفه من دروس، ثانيا ما نستخلصه من منطق مضمر في تسلسل الأحداث.
يعني أن النظرة في التاريخ مقاربة فلسفية، الهدف منها أساسا هي نعرفوا اش من دروس يمكننا ناخذوها من هذا التاريخ، نستافدوا منها، وش من منطق مضمر في هذا التسلسل الأحداث. يعني بحال كنقلبوا على واحد القوة دافعة في تسلسل الأحداث التاريخية اللي يمكن برولونجيوها ونقولوا بأن يمكن لا تكون في الحاضر مثلا، وذلك عبر التساؤل عن وجهة التاريخ، هل هو تقدم أم تكرار؟ يعني دائما كنحاولوا نطرحوا السؤال، واش التاريخ تقدم، أي كاينه واحد الحقبه كتلوها واحد الحقبه، كاين واحد الاحداث من بعد منها كتجي احداث اخرى وهذه كتركب على هذه في واحد نظريه التقدم، ام هناك تكرار التاريخ يعيد نفسه؟ يعني واحد الفيرسيون دازت هذه 100 عام عاد تعاود بنفس الطريقه هذه 100 عام وهي كتعاود التاريخ يكرر نفسه. وهل هو تقدم؟ إن كان هناك تقدم، هل هو تقدم محكوم بضرورة أم أنه سير تحت رحمة الصدفة وسلطتها؟ عاوتاني كيجي السؤال، واش الضرورة اللي كتحكم؟ كاينه قواعد، يعني مثلا إلى ساد الظلم كتوقع الثورة، إلى وقع الثورة كيوقع الدم، إلى واش كاين ضرورات هكا محكومة، ميكانيزمات اللي كتعاود كل مرة، ولكن هناك صدفة مرة كتجي هذا الحدث مرة كيجي حدث آخر؟ ويترتب على الجواب على هذه الأسئلة تبعات تحكم الممارسة والتفكير. يعني من بعد ما كان نضرب هذا العمق في التاريخ، كيمكننا ديك الافكار اللي كنخرجوا بها والاستنتاجات كتحكم حتى الافكار ديالنا الحاليه والممارسات ديالنا في الواقع. غنشوفوا هذه الخطط اللي كتلخص هذا الشيء اللي قلنا. اولا كننظروا للاحداث التاريخيه، هل هي تكرار ام تقدم؟ في حاله كانت تكرار فهذاك الشيء كيأثر على الممارسه والتفكير، كنبداو نفكروا على ان التاريخ يعيد نفسه، وكنبداو نقراو التاريخ على اساس انه يولي كوبي باست، يعني كوبي كولي يتحقق في الواقع. يا اما يكون تقدم، وديك الساعه غنشوفوا واش محكوم بالضروره او بالصدفه، وكل هذا عاوتاني كيأثر في التفكير والممارسه. دابا ندوزو الفلاسفه اللي هضروا على نظريه او فكره التقدم في التاريخ. اول فيلسوف هو هيجل اللي عاش في نهايه القرن 18 وبدايه القرن 19، هو فيلسوف الماني كما سبقنا وقدمناه. هو قال ان فكره التقدم حقيقه فلسفيه بامتياز. عمنا حقيقه فلسفيه، شي حاجه لا نقاش فيها. فكره التقدم حقيقه فلسفيه وتتجلى فيها حقيقه السيروره، ان هاد فكره التقدم هي اللي كتعطينا ديك السيروره، او لا بحال واحد السيروره، بحال البروسيس، بحال ملي كتجيب لي دومينو كتضرب واحد والاخرين شي كيطيح شي. يعني هذا التقدم هو اللي كيعطينا السيروره التاريخيه. وقال ان حركه التاريخ هي حركه التحقق التدريجي للحريه واكتمال الفكره وتمظهرها وتحققها النهائي. ان التاريخ كل ما كيزيد يتقدم الا كيوقع واحد التحقق تدريجي لحريه الانسان، وان هاد التاريخ مع التقدم ديالو كتكتمل هذه الفكره ديال الحريه وتتمظهر في بزاف ديال التجليات وكتحقق بصفه نهائيه. يعني من بعد فكره هيجل جا كارل ماركس اللي هو الفيلسوف المعروف اللي عاش في القرن 19 ما بين 1818 و 1883. هو فيلسوف انجليزي. في 1859 دار مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، واللي قال فيه أن تقدم التاريخ محكوم بتتال لأنماط الإنتاج. يعني هو حصر التاريخ أو التقدم التاريخي في تطور أنماط الإنتاج. ويفترض التحليل ديال ماركس أن المجتمع مكون من قوى إنتاج ومجموعة علاقات اقتصادية واجتماعية، أن هذا المجتمع كله مكون من واحد مجموعة القوى الإنتاج، الرأسمالية، الإقطاعية، بزاف البروليتاريا والطبقات اللي يهضر عليهم يعني الطبقات ديال رجال الأعمال. وهاد العلاقات الاقتصادية بيناتهم والاجتماعية اللي كتكون المجتمع. يعني هاد التقدم بالنسبة لماركس هو محكوم بواحد تتالي الأنماط الإنتاج، وأن تاريخ كل مجتمع ما هو إلا تاريخ صراع طبقي. يعني هو عطى الخلاصة أو الفكرة الأساسية أن هذا التاريخ محكوم بصراع طبقي، وأن التاريخ البشري ما هو إلا نتاج الصراع بين الطغاة والمضطهدين، بين الأسياد والعبيد. يعني هو شاف بأن هذه النظرة ديال هيجل لفكرة السيرورة أو الضرورة أو هذه الميكانيزمات اللي كتحكم التقدم ديال التاريخ، شاف بأنها فكرة طوباوية. وقال بأن التاريخ في الأصل هو صراع ما بين الأسياد والعبيد،
وان هذا الصراع هو اللي كيشكل هذه الاحداث التاريخيه وهذا التطور، وانه مع تطور وسائل الانتاج هذا الصراع كيتجلى وكيتمظهر في تجليات وتمظهرات جديده. دابا نشوفوا ميرلو بونتي اللي عاش في القرن العشرين ما بين 1908 و 1961، هو فيلسوف فرنسي اللي قال: إذا كان التاريخ يتقدم وفق منطق محدد وخاضع للضرورة، فإن هذا لا ينفي دور العرضية الذي يبقى أساسيا في التاريخ. قال: إذا كان التاريخ كيمشي وفق واحد القواعد وقوانين وسنن كونية، إذا افترضنا هذا الأمر، فهذا لا ينفي دور العرضية، أي أمور عرضية كتجي هكا فجاءة أو بواحد الطريقة اللي هي ما تبعاش ديك السيرورة، وكيهضر عليها كأشياء أساسية في التاريخ، واللي كيشوف بأن الفلاسفة اللي قبل نيجليجاوها أو لا ما عطوهاش الاعتبار ديالها الحقيقي. ويقصد بالعرضية في التاريخ هو غياب الترابط الآلي بين الأحداث، وكأننا أمام نسق محكم ومغلق، بل هناك فراغ بين الأحداث أو حصولها على أوجه مختلفة. يعني هو كيهضر على أن ماشي ضروري يكون ديك الترابط والتناسق بين جميع الأحداث ديال التاريخ، وأن هذه أدت بهذه وهذه عندها علاقة مع هذه. بعض الحين كيكون فراغ بين أحداث التاريخ وما كاينش واحد العلاقة مباشرة، كاين واحد العرضية، يعني حادث عرضي مع حادث آخر بعض الحين ما كيكون عنده حتى شي سببية، واخا كيحاولوا المؤرخين يلقاو له شي صيغة السببية، وأن هاد الأحداث بعض الأحيان يمكن من بعد 100 عام تحصل نفس الأحداث ولكن بأوجه مختلفة، ماشي ضروري تتبع نفس السيرورة. هذه كانت الفكرة ديال ميرلو بونتي اللي حاول يعدل فيها الفكرة ديال الضرورة اللي كتحكم التقدم في التاريخ. فكخلاصة، قد نعتبر التاريخ سيرورة خاضعة لمنطق خاص أو لضرورة تتجلى في ذلك التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقاته، وبذلك تنفي هذه السيرورة كل صدفة أو عرضية، هذه من جهة. أو أن نعتبر سيرورة التاريخ ليست دائما خاضعة لضرورة محددة مسبقا، بل هي سيرورة مفتوحة تقبل فكرة الضرورة، إلا أنها لا تنفي دور العرضية في التاريخ. الثالث وآخر درس في وحدة التاريخ، واللي هي آخر وحدة في مجزوءات الوضع البشري، الدرس هو دور الإنسان في التاريخ. إن فكرة تقدم التاريخ في ضوء الضرورة أو العرضية تضعنا في مواجهة علاقة الإنسان مع تاريخه، هل هو فاعل أم منفعل به. بعد ما شفنا في الوحدة الثانية اللي هي التاريخ وفكرة التقدم، أن ممكن التقدم يكون في ضوء الضرورة وشروط مسبقة كتحكم السيرورة التاريخية، أو العرضية والأحداث الفجائية اللي كتجي. ولكن هذا الإشكال يضعنا أمام مواجهة جديدة اللي هي الإنسان وسط هذا التاريخ. شنو الدور ديالو؟ واش هو فاعل كيغير مجرى التاريخ أو هو منفعل به، يعني ينطبق عليه ما ينطبق على الأشياء. أول فيلسوف كما سبق نشرنا له وهدر على هذا التاريخ وفكرة التقدم هو هيجل، اللي عاش في القرن 19، هو فيلسوف ألماني. قال إن فكرة التقدم هي حقيقة السيرورة كما سبقنا وشرنا في الدرس السابق. قال أن التقدم هو حقيقة فلسفية لا يمكن إنكارها، وهو اللي كيثبت السيرورة ديال التاريخ، أو واحد كما قلنا بحال قطع الدومينو اللي من كدوز حدث كيدوز مورا حدث واحد آخر. وهذه الفكرة المطلقة أو الروح اللي سبق له هدر عليها، أن السيرورة أو تقدم التاريخ كيؤدي بنا بشوية بشوية إلى تحرير الإنسان. وقال هذه الفكرة المطلقة وهي الروح هي التي تضفي على التاريخ معقوليته. يعني هذا التقدم نحو الحرية هو اللي كيعطي للتاريخ واحد المعقولية وتكشف عن منطقه وحتميته. هذه الحتمية تعمل خارج إرادة الأفراد. يعني هو بالنسبة له هذه الحتمية وهذه السيرورة المطلقة وهذا المنطق كيفرض على الإنسان واحد المنهج، واحد المسار في التاريخ ديالو كيولي خارج منفعل به، يعني خارج الإرادة ديالو هذا الشيء كامل. فقال أن عظماء التاريخ مجرد أدوات في يده هذه الروح المطلقة، إذ بهم تحقق غاياتها، وهي غايات بمجرد أن تتحقق يسقط هؤلاء العظماء. يعني بالنسبة له هو كاع عظماء التاريخ اللي دازوا وكنبجلوهم وكان نعظموا المسار ديالهم في التاريخ، كنقولوا غيروا مسار التاريخ، بالنسبة له هادو
كانوا جوست في خدمه هاد الغايه، وان مجرد ما في خدمه هاد الروح، مجرد هاد الروح كتحقق الغايات ديالها واللي هي تحرير الانسان، كيسقطوا ديك العظماء. وعطى واحد التشبيه بحال شي ثمره زولتي للب، بحال شي قشور كطير وكطيح، مثل قشور افرغت من نواتها. فالاسكندر او قيصر او نابليون او غيرهم مجرد منفذي لاراده الروح التي هي المضمون الحقيقي والنواة. دابا نشوفوا كارل ماركس اللي عاش في القرن 19 هو، وهو فيلسوف انجليزي. قال وانتقد بشده التصور المثالي والتجريدي لهيجل ليكشف بالتالي الاساس المادي الاقتصادي للتاريخ، جاعلا من الطبقه الاجتماعيه فاعلا تاريخيا يصنع التاريخ. يعني كارل ماركس، وكما سبقنا وشرنا في الدرس ديال التاريخ وفكره التقدم، لانه انتقد بشده هذا التوجه فكره هيجل، واللي قال انها طوباويه ومثاليه اللي كتقول بهذه الصيروره وهذه الحتميه ديال التاريخ. وهو بالعكس اكد على ان التاريخ مادي وعنده علاقه بالاقتصاد وصراع الطبقات ما بين الاسياد والعبيد، ما بين الطبقه البروليتاريه والبرجوازيه، وجعل من هذه الطبقه الاجتماعيه اللي هي مجموعه الافراد فاعلا، يعني فاعلا يصنع التاريخ، ماشي غير مؤثر، يصنع التاريخ. غنشوفوا دابا جون بول سارتر الفيلسوف الفرنسي المعروف اللي عاش في بدايه القرن العشرين. شنو قال قبل بالجواب الماركسي. يعني جون بول سارتر مشى مع كارل ماركس في كون معتبرا ان الانسان فاعل في تاريخه وصانع له، وتتاح له امكانيه التعالي او تجاوز وضعه والتعالي على الشروط الموضوعيه لتحقيق مشروعه. يعني بالنسبه له، وكما سبق شرنا في الدرس ديال الشخص والعلاقه ديالو مع الغير، كيعتمد جون بول سارتر على ديك فكره التعالي على الاوضاع من اجل التحرر. فكيقول ان الانسان تتاح له هذه الامكانيه انه يتجاوز الوضع ديالو، مثلا اعاقه او فقر او وضع لقى راسو فيه كان ضروره حتميه عليه، بالتعالي على الشروط، هذه الشروط الموضوعيه باش يحقق المشروع ديالو او هاد الاهداف ديالو. فبالنسبه لجون بول سارتر، كل واحد منا بصفته فردا يصنع تاريخه عبر الممارسه، معناه ان يعمل على تجاوز وضعيته نحو مجموع الاحتمالات المتاحه ليختار ثم ليعمل على تحقيق احدى هذه الاحتمالات. يعني اعطينا مثال ونزيد ناكدوا، كل واحد منا كيصنع التاريخ ديالو بالنسبه له، وهذا التاريخ هو مجموعه، يعني بزاف الناس صنعوا التاريخ ديالهم، وتاريخ مشترك بيناتنا ساهم فيه كل فرد. يعني حنا كنتحطوا في واحد الوضعيه اللي كيكون عندنا واحد الحد، واحد الاكراهات، واحد الاشياء مفروضه علينا. هو عطى مثال بزاف بالفقر وبالاعاقه باليتم، بزاف الاشياء اللي هي وضعيات يمكن تصنع من الانسان تدمره او لا تخليه على هامش التاريخ. ولكن بالعكس هو اعتبر ان يعني تشوف واحد الهدف قدامك وتبقى ساير لتحقيقه، كيجعلك تجاوز هذه الاوضاع، وبالعكس تحولها كما سبقنا وشرنا الى واحد الدرجه تطلع عليها باش تكتشف الحياه وتزيد تقدم. فبالنسبه لي هكا انت كتصنع التاريخ ديالك والاخر كيصنع التاريخ ديالو، ومع بعضياتنا كنصنعوا التاريخ. فهذا هو دور الانسان في صنع التاريخ بالنسبه لجون بول سارتر. دابا نشوف كلود ليفي-ستروس اللي هو فيلسوف عاش في القرن العشرين، فيلسوف فرنسي. هدر على المقاربه الانثروبولوجيه، وقال فيها ان وجود بنيات لا شعوريه تتحكم في الانسان وتظل ثابته رغم كل التحولات التاريخيه. بالنسبه له هاد التحولات وهاد الاشياء اللي كتمر عبر التاريخ ما كتغيرش واحد البنيه ثابته في اللا شعور الانسان. هذه الفكره التقدم تقود الى فرض هيمنه النموذج الغربي وكانه نموذج كوني. فهو عارض بشده هذه الفكره ديال التقدم والسيروره، وان علاش اعتبرها بان بحال كنفرضوا على الانسان
ان هاد التطور الانساني وصل الاوج ديالو عند الفكر الغربي، فمضطر العالم كله يتقبل ويادوبتي، يعني يتبنى هذا النموذج الغربي في التنميه او النموذج الغربي في الفكر كنموذج كوني، لان هذه هي السيروره وهذا هو تقدم الانسان. فهو اكد على هذه النقطه وقال ان المجتمعات ليست مطالبه باتباع نفس المسار التطوري الخطي بدعوى ضروره التقدم، ذلك ان شرط احترام الاختلاف الثقافي هو تنسيب فكره التقدم. يعني هو ماشي نفاها ولكن ردها نسبيه، وقال ان هذه من اجليات يعني من تجليات ومن شروط احترام الاختلاف، وانه لكل شعوب طريقه في التقدم وطريقه في التطور وصيروره خاصه بها. وبناء على ذلك الامر اللي قال ان كاين اشياء لا شعوريه كتخلي الانسان ما يفقدش الماهيه ديالو من اجل ماهيه اخرى. مثلا رجل اسيوي ورجل افريقي، راه التقدم هو ما وصل له الغرب، فخصك يمكن كتاخذ بعض الاشياء ولكن كتبقى نسبيه، وان كل المجتمعات عندها واحد المسار تطوري خاص بها. فكتركيبه وخلاصه، قد نعتبر دور الانسان في التاريخ محكوما بالضروره التاريخيه التي تتجاوز ارادته، كما قد نعتبر ان الفاعليه البشريه الواعيه باختياراتها فاعليه لها القدره على صنع تاريخها متى تملكت شروط تحقيق اهدافها. كخلاصه، ان اشكال دور الانسان في التاريخ يكشف عن ذاك البعد الزمني المؤسس للوضع البشري، ويقدم الاشكال ايضا مثالا قويا عن تدخل الذاتي والموضوعي في تحديد وضع الإنسان في الوجود. إن التاريخ هو معرفة بالماضي، إلا أنه لا يدفن ما دام يسكن الحاضر ويوجه تصورنا للمستقبل. دابا غندوزو الخلاصة. أول حاجة غنشوفوا الأسئلة اللي تطرحوا في هذه الخلاصة، يعني اللي طرحوا في هذه المجزوءة أصلا كانوا الإشكال في اللي عالجنا في هذه المجزوءة. أولا، كيف يتحدد وجود الإنسان؟ وما دور الإنسان فردا وجماعة في التاريخ؟ وهل وجود الإنسان محكوم بالضرورة أم هو مفتوح على الحرية؟ فأول حاجة هي وجود الإنسان ودوره في تكوين هذا التاريخ اللي عاش فيه، وثالث حاجة هي واش هذا الوجود محكوم بالضرورة أو بالحرية. غنمشيو اولا مع الطرح الاول اللي كيقول بان الوضع البشري يتناول قضيه الوضع البشري باعتباره ضروره. يتحدد الوضع البشري على مستوى الشخص بطابع الضروره التي تفرضها القوانين البيولوجيه للجسم من جهه، ومن جهه اخرى بالقوانين النفسيه والاجتماعيه والاخلاقيه. يعني رواد هذا الطرح قالوا بان الانسان محكوم بعض القوانين بيولوجيه، مثلا محكوم عليك انك تكون طويل، مثلا الا عندك الهرمونات ديال الطول محكوم عليك تكون مثلا عصبي، الا كانت مثلا الشخصيه ديالك او الكومول اللي خديتي في الطفوله، مثلا المجتمع خلقتي في مجتمع متخلف محكوم عليك التخلف، منظومات اخلاق اللي كتلقاها واجده في المجتمع. كل هذه الاشياء بالنسبه لهاد الرواد هاد هي اشياء ما كتختارهاش، فكتفرض عليك واحد الضروره اللي خصك انت تسايرها. اما على مستوى الغير فيتضح ان الكائن الانساني لا يوجد بمعزل عن الاخرين، فهم الذين يمنحونه الوعي بذاته وبعالمه. في نفس الوقت قالوا بان الغير له وجود، وان عن طريقه كنقدر نزيد نعرف راسي او نكتشف راسي اكثر. كما يجد الانسان نفسه على مستوى التاريخ داخل سيروره يكون فيها خاضعا لارادات بشريه تتجاوزه وتحدده. يعني تماشيا مع هذا الطرح اللي كيقول بان الوجود محكوم بالضروره وان الغير ما هو الا واحد الوسيله باش نعرف راسي اكثر، كيتجلى هذا الشيء عاوتاني اكبر على مستوى التاريخ، حيث ان الانسان كيولي واحد ليليمون ولا واحد الجزء لا يتجزا من واحد السيروره التاريخيه اللي كتجاوزه واللي هي كتحكمه، وكيولي منفعل به وليس فاعلا في التاريخ. دابا نشوفوا الطرح الثاني اللي قال بان الوضع البشري حرية باعتباره حرية وليس ضرورة. الإنسان بوصفه شخصا يتميز بالاستقلالية، فهو يتعالى باستمرار على وضعه الجسمي والاجتماعي ويبدع ذاته من جديد في إطار مشروع مستقبلي مفتوح. يعني رواد هذا الطرح قالوا بأن الإنسان عنده واحد الاستقلالية، وأن عنده وسائل باش يتجاوز هذا الوضع
اللي قلنا عليه، وضع أخلاق فيه مثلا، باش يحاول يتجه نحو مشروع، نحو هدف مستقبلي. فهو بالنسبة لهم واخا هاد الضرورة وهاد الإكراهات اللي كتكون في المجتمع وفي الجسم وفي الشخصية، الإنسان عنده الوسائل باش يتجاوزها ويتعالى عليها ويحقق داك الشيء اللي هو باغي. وعند دخول الإنسان في علاقات مع الغير يخلق نوعا من التباعد الضروري بينه وبين الآخرين، ويدخل في تفاعل حر مع الذوات الإنسانية الأخرى، يتقاسم وإياها عالما مشتركا من القيم والغايات. حتى العلاقة مع الغير، رواد هذا الطرح شافوها بمنظور مخالف، ماشي بمحل المنظور الأول اللي قالوا أن هو جزء لا يتجزأ من معرفتي بذاتي، وأن معرفتي بذاتي تمر عن طريق الغير. لا، قالوا أن التعامل مع الغير ما كيأثرش فيا، بالعكس هو عندنا واحد الهوة بيناتنا، وهو في the other side، يعني في الجهة الأخرى، فما كيكونش واحد التأثير، بالعكس حنا كنتقاسموا فقط واحد العالم مشترك من الأخلاق والمبادئ. كما يستطيع الإنسان بفضل الوعي بالسيرورة التاريخية التحرر من منطق التاريخ وحتميته، بحيث لا يبقى مجرد منتج للسيرورة، بل فاعلا فيها ومنتجا لها. وكملوا الفكرة ديالهم يعني فلاسفة هذا الطرح ديال الحرية، على أن في التاريخ دور الإنسان ما كيكونش غير منتج، يعني ماشي واحد الفرد أنتجته السيرورة التاريخية وسرعان ما يندثر. لا، بالعكس، هذيك السيرورة بحد ذاتها عن طريق الوعي ديالو بها بعدا، فهو كيدومينيها، يعني كتكون واعي بواحد الحاجة، كتكون ضابطها. وثاني حاجة أصلا ديك السيرورة كيقولوا بأن الإنسان اللي خلقها هو اللي كيدفع بالعجلة ديالها إلى الأمام، فيصبح فاعلا في التاريخ. فكتركيب، إن القول بخضوع الإنسان للضرورة، وفي نفس الوقت القول بحريته واستقلاليته عن شروط وجوده الموضوعية، لا يعني التناقض المطلق. يعني الإنسان ما خصوش يفهم في هذه الحياة، لا في الفلسفة ولا في أي حاجة، أن جوج أشياء متناقضين، معنى أن يعني البيض والكحل، معنى أن صافي يعني هادو النقيضين ولا شيء دونهما، يعني التعارض التام. لا، راه يمكن نخلقوا الرمادي، ويمكن تواجد البيض هو اللي كيخلينا نشوفوا السواد، وتواجد الاسود هو اللي كيخلينا نشوفوا البياض. ولولا السواد لما كنا نعرفوا هذا ابيض، ولا ما كان البياض لما نعرفوا هذا اسود. بحال هكا خص الانسان يابوردي لا المشاكل في الحياه ولا حتى الاشكاليات الفلسفيه. فالقول بخضوع الانسان للضروره والحريه ماشي بالضروري واحد التناقض مطلق صارخ، بل بالعكس، بل يمكن التركيب بين الضروره والحريه، يعني نركبوا بيناتهم، نمزجوا، نخلقوا واحد المفهوم مشترك اللي يعني تلقاو فيه الضروره ولقاو فيه الحريه كمكونان اساسيان في الوضع البشري. فالذات الحره هي ذات موجهه، فالذات الحره هي ذات موجهه وفق اساس اخلاقي يجعل العلاقات الانسانيه والوجود البشري عامه علاقات قائمه على الاحترام والغيريه والكرامه والوعي بالتاريخ. يعني الوجود الإنساني موجه بواحد الأساس أخلاقي، وأن هذه العلاقات كاملين كتحكمهم بزاف الأشياء، مثلا الاحترام والغيرية، يعني الاحترام وفي نفس الوقت نفكر في الغير، والوعي بالتاريخ والكرامة، وبزاف المتناقضات، مثلا أن الوضع البشري محكوم بما هو ذاتي وما هو موضوعي، ما هو ضرورة وما هو حرية، ما هو نسبي وما هو مطلق. لأن ماشي واحد مثلا جون كازي والوجود البشري لا محكوم بهذه ولا بهذه، راه كل الأشياء كتأسس هذا الوجود البشري وكتعطيه واحد القيمة، واحد مفهوم، يعني عاد كنفهموه بهذا الشيء كامل، ماشي بواحد الحاجة دون أخرى. فكخلاصة يعتبر الوضع البشري وضعا إشكاليا يتطلب مقاربة مفتوحة تستوعب علاقات متداخلة في صلب الوجود البشري. كما قلنا، يعني خص يكون الإنسان منفتح في تحليل هذا الوجود البشري، لأن كاين علاقات متداخلة، بحيث يتداخل الذاتي بالموضوعي والضرورة بالحرية، وبحيث تبدو مفاهيم الشخص والغير والتاريخ مفاهيم مترابطة فيما بينها، يؤدي أحدها إلى الآخر. كنتمنى أن هذا الشرح نال إعجابكم، وأول تجربة كانت في مجزوءة الوضع البشري اللي حاولنا ما أمكننا نبسطوا الفهم، نالت الرضا ديالكم. كنتسناو كاع التعليقات ديالكم، وشكرا جزيلا على التفاعل، وساعة سعيدة. كنعطيكم موعد إن شاء الله في المجزوءة الجديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنساوش لايك، سبسكرايب، ومتي كومونتير. السلام عليكم.